بالمناسبة السفينة دي جاية، طب هم الحوثيين سابوها ليه؟ سفينة رفع علم إسرائيل. هو أنت مش بتضرب السفن؟ طب ما دي فرقاطة عسكرية ورفع علم إسرائيل، ده يعني ما فيش أكتر من كده وضوح يعني. ما هي جاية من عندك، هو أنت سبتها ليه؟ تاني هو أنت سبتها تعدي ليه؟ إذا أنت بتضرب سفن تقول أصلها رايحة إسرائيل، طب إذا السفينة أو الفرقاطة العسكرية الإسرائيلية رفع علم الكيان الإسرائيلي قدام عينيك وماشية قدام عينيك، أين الحوثي من هذه الفرقاطة وهي معدية رفع علم إسرائيل؟ جميع السفن اللي عدت واتضربت مش رفع علم إسرائيل، رفع علم دول أخرى، وهو يقول لك دي رايحة إسرائيل. طب دي إسرائيلية يعني دي فرقاطة عسكرية، فرقاطة عسكرية رفع علم الكيان الإسرائيلي، سبتها تعدي وماشية قدامك وجاية وداخلة ورايحة قناة السويس وأنت قاعد تتفرج عليها وبتصورها وسيبها تعدي ما ضربتهاش. هو ده اللي كان أولى تضربها. يعني دول الحوثيين اللي بيتكلموا كان أولى إنك تضرب هذه سفينة عسكرية ليست تجارية ولا شايلة حاويات، دي عسكرية صرف. يعني لو أنت بقى عايز تتكلم بقى على الحقيقة هو ده الموضوع. لكن تيجي تقول لي انا قناه السويس، طبعا قناه السويس ممر ملاحي دولي، ممر ملاحي دولي. ووريت حضراتكم مضيق البوسفور واحنا في ازمه مع تركيا، عدينا ورحنا للروس وعلمنا ومع الفرقاطات بتاعتنا معديه، البحريه معديه ورايحه جايه ولا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ضريح اثنان من أحفاد أبي طالب، أبناء عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن عقيل بن أبي طالب وجعفر ابن علي ابن عقيل ابن أبي طالب، يعني سيدنا عقيل أخو سيدنا علي. تأخر إسلامه وأبناؤه بعد ذلك أبناء عقيل بن أبي طالب جاءوا إلى مصر واستشهدوا في هذا المكان. هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصلي عليهم في كل صلاة، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شرفت وأرض مصر بأن تعطر ترابها بأنفاس هؤلاء الكرام البررة الذين جاءوا لنشر التوحيد ولتحرير المصريين من الرومان، فكتب الله لهم الشهادة هنا. أسأل الله أن يجمعني بهم وأن يجمع أحبتنا بهم في جنات النعيم. اللهم آمين. خلاص بس. يلا يلا شباب.